من المركب الرياضي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، الملعب الذي ستلعب فيها المقابلة التي سيخوضها بعد قليل الفتح الرياضي في مواجهة نادي لوطو البنيني. نمر ليتطرق لتشكيلة الفتح الرياضي بقيادة المدرب جمال السلامي. الحكم التونسي يعطي انطلاقة أحداث الشوط الأول. ينطلق الشوط الأول وتنطلق معه فرص ومحاولات كلا الناديين، الفتح الرياضي ونادي لوطو البنيني. خميس الفتح الرياضي، اللاعب الذي انتقل في الانتقالات الصيفية الحالية قادما من المغرب الرياضي الفاسي بالإمكانيات التي تمكنه من التسجيل. فريق بإمكانيات موجهة اليسرى لليمنى، وصلت فرصة في منطقة الجزاء لكن حارس المرمى بن تراوري كان متواجدا بلقب هذه البطولة. هنا فرصة للفتح الرياضي، إمكانية التسجيل. الهدف الأول للفتح الرياضي، جول الهدف الأول للفتح الرياضي في الدقيقة 8. يسجل الهدف الأول بطريقة ممتازة وبطريقة رائعة. ينجح الفريق في الحصول على الأسبقية، تصبح النتيجة هدف مقابل لا شيء. فرحة كبيرة لعشاق الفريق الذين يتواجدون في المدرجات لمؤازرة الفريق في هذه المقابلة المهمة. هنا كانت المحاولة من جيمس أجاكو بعتي لعدد من مباريات الفريق في الدوري التي نتمنى أن تمر بسلام على مرمى الحارس أيمن ماجد. حكم يعلن عن خطأ للفتح الرياضي، تعرض للإصابة لاعب الفريق حمزة الهنوري. شفتك عادت لعناصر الفتح الرياضي، تسديدة فوق العارضة، تسديدة مروان العز، سدد. محاولة المراوغة، حكم يعلن عن خطأ للفتح الرياضي ولأنس باش، وباحثا عن الهنوري. هنا التنفيذ، فرصة في منطقة الجزاء لكن يتدخل دفاع نادي لوطو. العودة من نناح، بعد ذلك العرضية من قرناس، ضربة رأسية من الهنوري أو مروان. الحكم يعلن عن خطأ بتقص أيوب القسمي. العرضية من أيوب باحثا عن حمزة الهنوري وباحثا عن النناح. الكرة وصلت لبن تراوف فاسينو إيف. حكم يعلن عن خطأ، بطاقة صفراء لإيف فاسينو. العقوبة الانضباطية لباتريك سيد جامي. كرة في منطقة الجزاء، التدخل، وصلت الكرة لحارس المرمى أيمن ماجد. جيمس أجاكو، والعرضية من جيمس وصلت في منطقة الجزاء لأيوب. التسديد، الهدف جول، الهدف الثاني للفتح الرياضي، جول نناح بشكل ممتاز. تسديدة لا تصد ولا ترد من أيوب الذي يمنح الفريق الهدف الثاني. تصبح النتيجة هدفان 2 مقابل لا شيء لفائدة ولمصلحة الفتح الرياضي بشكل ممتاز. هنا تنفيذ الكرة الثابتة، الركلة الحرة المباشرة، تسديد خارج الملعب، ركلة مرمى. مهمة تنفيذ الكرة الثابتة، كرة في منطقة الجزاء. الفتح الرياضي، ضربة رأسية، بن تراوري يتدخل. كانت فرصة للفتح الرياضي لتسجيل هدف في وسط الملعب لنادي لوطو البنيني. الحكم يعلن عن خطأ والذي سيتولى مهمة التنفيذ. هنا التنفيذ، فرصة، إمكانية التسجيل، تسديدة فوق العارضة، ركلة مرمى لنادي لوطو باحثا عن أيوب نناح. تسديدة خارج الملعب، خبر السعيد للفتح الرياضي والذي سيتولى مهمة تنفيذ الركنية. مروان، التصويب. الحكم يعلن عن ركلة جزاء، الحكم يعلن عن ركلة جزاء للفتح الرياضي.
هناك تنفيذ النوري التسديد. يتصدى حارس المرمى بن تراوري. يتصدى حارس المرمى بن تراوري لركلة الجزاء التي نفذها حمزة الهن. إمكانية التصويب، التسديد، يتألق حارس المرمى. يتألق حارس المرمى أيمن ماجد وينقذ الفتح الرياضي من هدف محقق. التصدي كان بشكل رائع من أيمن ماجد الذي نجح في إبعاد العرضية. البحث عن بيانفونو الذي تحسن مستواه بشكل كبير في هذا الشوط. تسديدة بعيدة كل البعد عن الخشبات. المراوغة، البحث عن أيوب، التصويب من أيوب، التسجيل، الهدف. الحكم رفع الراية. الحكم رفع الراية. الفتح الرياضي يسجل الهدف الثالث لكن الهدف يلغى. وصلت الكرة لأيوب، العرضية، فرصة لم يتمكن مروان، لم يتمكن. سينجح وهل سيتمكن من الوصول للمرمى؟ كرة وصلت لبن تراوري. الحكم يعلن عن ركنية للفتح الرياضي. التمرير، فرصة، كانت فرصة للفتح الرياضي. كاد الفريق أن يسجل الهدف الثالث. ركلة، هنا محاولة، فرصة للفتح الرياضي، العرضية، جول. الهدف الثالث، الهدف الثالث للفتح الرياضي. شعيب المفتول ينجح في الوصول لمرمى الحارس بن تراوري وينجح أيضا في إسعاد جمال السلمي. هدف ثالث جد مهم بالنسبة للفريق